لا تعايرني ولا عايرك، الهم طايلني وطايلك. طبعا كلنا في الفترة الأخيرة سمعنا عن اللي حصل مع بيومي فؤاد، وازاي ان الرأي العام اتقلب عليه 180 درجة بعد الكلمتين اللي ملهمش أي لازمة اللي قالهم في موسم الرياض. لكن أنا النهاردة مش هقول غير الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاه وفضلنا على كثير من خلقه تفضيلا. طيب الموضوع فعلا يقلق. هو ازاي الواحد بعد ما يكون محبوب والناس بتجري عليه فجأة كده كل الماضي بتاعه يتمحى وفجأة كده يتخسف به الأرض؟ هو في كده؟ الحقيقة في كده، ورسولنا صلى الله عليه وسلم نبهنا للنقطة دي لما قال لنا: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتن الحياة يا جماعة رسولنا الكريم شبهها بأنها سواد كده بيتكوم حوالين بعضه زي بالظبط قطع الليل المظلم. يعني كل ما دخلت في معصية أو فتنة تجيب اللي بعدها وتكون أسود منها، وهكذا. بيبدأ لك الشيطان بفتنة بسيطة وبعد كده يبتدي يجيب الأكبر والأكبر لحد ما تلاقي نفسك في ظلام شديد، لدرجة إن أنت مش بس كام سنة تبقى كويس وبعد كام سنة تبقى وحش، لا، ده أنت ممكن في اليوم الواحد تبقى صاحي كويس وبتعبد ربنا وبتعمل ذكر وكل حاجة، وبالليل تعمل معاصي. إيه ده، في يوم واحد؟ لدرجة إنه قال ممكن الواحد يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا. كل ده ليه؟ عشان عرف إن الشيطان يضحك عليه ويبتدي ينجرف في الفتن، زي ما حصل مع بيومي فؤاد اللي انجرف فيها لفتنة الشهرة وفتنة المال. طب هل اللي حصل مع بيومي فؤاد ما يحصلش معانا؟ أبدا. لازم نحصن نفسنا بالأعمال الصالحة، نحصن نفسنا علشان ربنا يسترها معانا، لأننا كلنا ممكن نقع في الفتنة اللي وقع فيها بيومي فؤاد، ولكن ربنا سترها معانا لغاية دلوقتي. طب نعمل ايه؟ بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. أي باب يتفتح لك فيه خير، سواء الذكر، سواء قراية القرآن، سواء الصدقة، سواء مساعدة غيرك، ان انت تكبر بخاطر اللي قدامك، اي باب خير يتفتح لك خش فيه عشان تحصن نفسك من فتن الدنيا. خد بالك وانت بتبص على غيرك كده وبتخلي كده قدامه المراية عشان يشوف نفسه، ضير المراية ناحيتك وشوف نفسك، هو انت كده كويس ولا محتاج ان انت تحصن نفسك؟ خد بالك ربنا ساترها معاك لغاية دلوقتي، انت مش احسن خالص من اللي قدامك، ولا ايه رأيكم؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.